السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق وبنستكمل محتوى الويب دبلومة. الجزء الأولاني اللي هو ال HTML. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على طريقة عرض النصوص في الموقع الإلكتروني بتاعنا، وكنا قلنا إن أول جزء أقدر أعرضه في النصوص اللي هو العناوين اللي هي الهيدنج تاجز. اتكلمنا على تاجز الهيدنج، بس مش كل النصوص اللي احنا هنعرضها في الموقع الإلكتروني بتاعنا هي عبارة عن عناوين. لا، في برضو عندي فقرات نصية. طب ازاي اقدر اعرض الفقرات النصية دي في ال HTML؟ اكيد مش هحطها في الهيدنج تاجز. طب اعمل ايه التاجز اللي اقدر اعرض بيها فقرات نصية؟ يبقى احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على العناوين. النهاردة عايزين نتكلم على الفقرات النصية. لو عايز تعرض فقرة نصية في مجموعة تاجز ممكن انك تعرض بيهم الفقرات النصية دي. اول تاج عندي وهو تاج البي. طبعا زي ما اتعلمنا ان البي اللي فيه فتحة وفيه قفلة للتاج بتاعي. ما بين فتحة البي والقفلة اقدر اكتب التكست بتاعي. طب هو ايه بي دي؟ بي دي اختصار لكلمة باراجراف. باراجراف معناها بالعربي فقرة نصية. يعني لو حضرتك عايز تعرض في الموقع الالكتروني بتاعك فقرات نصية ممكن تستخدم تاج البي اللي هو الباراجراف بتاعي. طيب تعالوا نجرب ده كده بسرعة. هروح على صفحة index.html بتاعتنا، وهفتح تاج البي والقفلة بتاعته، وعايز اكتب هنا فقرة نصية. لو عايز تكتب فقرة نصية بدون ما تقعد تخبط اي حاجة على الكيبورد كده، الناس بتقعد تكتب اي حاجة كده على الكيبورد علشان تعمل بس شوية نصوص. لا، لو انا عايز اجيب فقرة نصية احطها في الموقع بتاعي في التصميم بتاعي وتبان ان الفقرة النصية دي فقرة نصية حقيقية، في عندي موقع شهير جدا تقدر تجنريت منه او تقدر تولد منه فقرات نصية لا نهائية زي ما انت عايز. اسمه لورم ابسم. لورم ابسم. الموقع ده مشهور جدا وانت بتشتغل في الديزاين، لان انت دايما بتبقى عايز فقرات نصية تحطها في الموقع يبان شكل الفقرات النصية دي ان هو حقيقي. تفتح الموقع اللي قدامك ده وتختار انت عايز تعمل جنريت لباراجراف ولا وورد ولا بايتس ولا ليست. فانا عايز اعمل تشيك، عايز ان انا اعمل جنريت لباراجراف مكون من كام فقرة؟ مكون من فقرتين مثلا. بيقول لك عايز تبدا الفقره النصيه بكلمه لورم ابسون؟ لا، مش عايز يا سيدي ابداها بالكلمه بتاعت الموقع اللي هو لورم ابسون ده، واقول له جنريت ولد لي بقى الباراجراف ده. زي ما انتم شايفين كده عمل لي 2 باراجراف. طبعا انت الاول وهله الباراجراف ده انت يبان قدامك ان هو كلام حقيقي، بس هو الحقيقي هو مفيش معنى لاي كلمه من الكلام اللي مكتوب ده. هو مجرد كلمات شكلها اللغه الانجليزيه، ولكن هو كلام ملوش اي معنى، لمجرد بس ان انت تحطه عندك في التصميم بتاعك علشان يبان شكل الموقع بتاعك ان هو حقيقي. طيب رحت عامل بيست كده، انا اخدت الفقرة النصية بتاعتي. يبقى انا كده استعملت الفقرة النصية بتاعتي من الموقع اللي هو اسمه لورم ابسم. وقلنا الموقع ده علشان نعمل بيه ايه؟ علشان بس نعمل بيه فقرات نصية. انا بس بحاول اظبط الفقرة النصية بتاعتي ان هي كلها تبقى تحت بعض، ما تبقاش بس سطر طويل قوي كده، عشان بس ليك انت جوه الايديتور. يعني هي مش تفرق حاجه على البراوزر، كتبت في سطر، كتبت 2، كتبت في 10 على البراوزر هيظهروا عادي زي ما هو. مش عايز الفقره التانية، كفايه فقره واحده. احنا لمجرد ان احنا نجرب بس. يبقى ادي الفقره النصيه بتاعتي اللي انا عرضتها جوه تاج الباراجراف. طيب هروح على البراوزر اعمل ريفرش، ادي الفقره النصيه بتاعتي. يبقى لو انا عايز اعرض فقره نصيه اقدر اعرض الفقره النصيه جوه التاج اللي اسمه بي. خلي بالك ان في فرق ما بين تاج البي وما بين الهيدنج تاجز. الهيدنج تاجز ليها تنسيقات معينه، زي ان الخط بتاعها سميك، الخط بتاعها تخين، زي الحجم بتاع الخط. انما الباراجراف بيظهر قدام حضرتك بالمنظر اللي قدامك ده. فلما تحب تظهر او تعرض فقرات نصيه هعرض الفقرات النصيه جوه تاج الباراجراف. برضو تاج الباراجراف زيه زي الهيدنج تاجز اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، ان العرض بتاعها بتاخد البلوك بتاع الحاجة اللي بتحتويها، بتاع التاج اللي بيحتويه. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان ال H1 وال H2 و 3 و 4 و 5 و 6 اللي بيحتويه مباشرة هو تاج البادي، فكنا بنقول ان العرض بتاع الهيدنج تاج هو نفس العرض بتاع البادي، نفس عرض الصفحة. الباراجراف برضو اللي بيحتويه مباشرة هو تاج البادي، علشان كده الباراجراف واخد زي ما انتم شايفين العرض بتاع البادي كله، بتاع الصفحة كلها.
طيب هل في تاجز تانية اقدر اعرض فيها النصوص؟ في تاجز تانية تقدر تعرض بيها النصوص، زي عندي تاج اسمه span. تاج اسمه span، وسبان ده تاج تقدر تعرض فيه اي فقرة نصية انت عايزها. ايه الفرق ما بين السبان وما بين الباراجراف؟ الباراجراف بياخد مساحة التاج اللي بيحتويه مباشرة حتى لو كاتب فيه حرف واحد. يعني لو انا دلوقتي كاتب باراجراف اهو، وكاتب مثلا hello world، ورحت اعمل ريفرش، زي ما انتم شايفين هالو وورلد اتكتبت هنا. بص لو انا عملت زي ما عملت في الهيدنج تاجز، هعمل بس باك جراوند حوالين الباراجراف عشان نشوف مساحته قد ايه من غير اصلا ما تعمل باك جراوند. لو انت وقفت كده على التاج نفسه، كليك يمين كده وعملت عليه انسبكت اليمنت، ووقفت على الباراجراف نفسه، زي ما انتم شايفين هو موري لك مساحه الباراجراف دي قد ايه. هو واخد العرض بتاع البادي كله. طب تعالى نروح نجرب السبان كده. رحت رايح قايل له سبان، وبرضه رحت رايح قايل له هالو وورلد، ورجعت تاني كده اعمل ريفرش. ادي السبان بتاعي. خلينا نعمل برضو علامة التعجب عشان يبقوا الاتنين زي بعض بالظبط. اعمل ريفرش. ادي انت طبعا التكست قدامك، انت معتقد ان الاتنين زي بعض، بس الحقيقة هما مش زي بعض تماما. بص الباراجراف مساحته قد ايه، وبص السبان مساحته قد ايه. الباراجراف واخد مساحة البادي كله، السبان بياخد مساحة الكلمة المكتوبة فقط. يبقى تعالوا نعيد كده ونرتب كلامنا بالراحة. لو انت عايز تعرض فقرات نصية، فرقم واحد لازم تحدد الفقرة النصية بتاعتك دي هي عنوان ولا فقرة نصية. لو كان عنوان يبقى انت هتستخدم الهيدنج تاجز. لو كان فقرة نصية عندك حل من الاتنين، هل هو باراجراف ولا هل هو سبان. لو باراجراف يبقى ده معناه ان انت هتعرض الفقرة النصية بتاعتك في المساحة بتاعة البادي بالكامل. لو سبان فانت هتبقى عارف ان الفقرة النصية اللي هتحطها في السبان مساحتها هتبقى على قد الكلام المكتوب فقط، ولا حرف زيادة ولا حرف اقل. يعني لو بصيت على السبان هتلاقي مساحته على قد الحروف اللي مكتوبة فقط. فإذا كنت عايز تكتب فقرة نصية مفيش جنبها أي مساحات فاضية هتستخدم سبان. لو كنت عايز تكتب فقرة نصية مفيش حاجة تيجي جنبها يبقى أنت هتكتب باراجراف. يعني على سبيل المثال لما بنيجي مثلا نشوف في المواقع الإخبارية، نلاقي مثلا مكتوب هنا التاريخ، وجنبه مكتوب مثلا بوستد باي فلان الفلاني، اللي هو كتب الخبر ده فلان الفلاني. فدول فقرتين نصيتين مختلفين وجنب بعض. فلو انت عملت باراجراف هتلاقيهم هما الاتنين ظاهرين تحت بعض. يعني لو انا جيت عملت كده، بص كده، قلت له مثلا سبان، وليكن قلت له تاريخ النهارده 5/11/2023، ورحت رايح عامل سبان تاني وقلت له مثلا posted by أمير فاروق. أمير مثلا اسم القناة بتاعتنا أمير توت ويب، توتوريال ويب، ورحت رايح قايله كده سيف. بص كده لما اجي اعمل ريفرش هلاقي ادي 5/11/2023 posted by أمير فاروق أمير توتوريال ويب. يعني انا كده كتبت 2 سبان، الاتنين سبان جم جنب بعض. ليه جم جنب بعض؟ عشان السبان الاولاني خد المساحة دي، فلسه بقيت الصفحة فاضية، فلما كتبت فقرة نصية تانية السبان التاني جه جنبها. انما بص لو انا غيرت السبان ده وخليته باراجراف، وغيرت السبان ده وخليته باراجراف، وعملت كده سيف كنترول واس، اروح اعمل ريفرش، بص كده هيحط لي التاريخ في سطر منفصل عن البوستد باي امير فاروق. ليه؟ علشان احنا عارفين ان الباراجراف
الواحد بياخد عرض الصفحة كلها حتى لو انت كاتب جواه حرف واحد فقط. نفس الكلام الباراجراف التاني واخد مساحة الصفحة كلها رغم اني مش كاتب جواه برضو مساحة الصفحة كلها، ده انا كاتب جواه 3-4 كلمات. يبقى عندي الفقرات النصية الهيدنج تاجز للعناوين، الباراجراف لو انت عايز تكتب فقرة نصية تاخد بيها المساحة كاملة ما يبقاش في حاجة جنبها، سبان لو انت عايز تكتب فقرة نصية ولو في مساحة فاضية جنبها يعرض الفقرة النصية دي جنبها، يعني لو في اي حاجة هتتعرض جنب الفقرة النصية يبتدي يعرضها ما يوقفش الصفحة بتاعتي على كده. لحد كده النهاردة احنا اتكلمنا على ازاي تقدر تعرض النصوص. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم على ازاي تقدر تنسق النصوص بطريقة ال HTML. طبعا ده غير تنسيق النصوص اللي هندرسه في لغة ال CSS. في مجموعة تاجز في ال HTML بقدر انسق بيها النصوص تنسيق سريع كده، حاجات بسيطة، وده هنتكلم عليه ان شاء الله المرة الجاية. شكرا جدا لاستماعكم، واتمنى يكون المحاضرة بسيطة، ولو في حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا انك تكتب كومنت في سؤالك، وانا دايما موجود علشان اجاوب على استفساراتكم. ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين اللي حابين يستفادوا بالكورس وبالدبلومة دي. وكنت انا معاكم امير فاروق من محتوى الويب دبلومة. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.